بر پای قوم کرد زمان، ناشکی و دانای تو به زمان، ناشکی و دانای تو به زمان. کس نده کردن برن، کس نده کردن برن، کرد جنده برن، جنده برن تاکبی آلا کردن، جنده برن تاکبی آلا کردن. هم خوردن رنگ کورو شورشی، سردکن کنادیان مدارشان، سردکن کنادیان مدارشان. کس نده کردن برن، کس نده کردن برن، کرد جنده برن، جنده برن تاکبی آلا کردن، جنده برن تاکبی آلا کردن. هم خوردن مریو کی مثلبین، دیمان و پادیمان هر اجتمان، دیمان و پادیمان کرد و کردستان. کس نده کردن برن، کس نده کردن برن، کرد جنده برن، جنده برن تاکبی آلا کردن، جنده برن تاکبی آلا کردن. لاوی کرد را گوی سرفی و شیطان، بابا خوی نشید بکن تاجی جیهان، بابا خوی نشید بکن تاجی جیهان. کس نده کردن برن، کس نده کردن برن، کرد جنده برن، جنده برن تاکبی آلا کردن، جنده برن تاکبی آلا کردن. خوردنون کرد حاضر و آمادنه، جان فدانه جان فدا هر جان فدا، جان فدانه جان فدا هر جان فدا. مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة أينما كنتم يا أحبائي ومشاهدي قناتكم بيف تي في الكرام، وأهلا بكم ومعكم وبتعليقاتكم وآرائكم النيرة سننجح معا في تقديم هذه الحلقة الخاصة عن أفرين، عاصمة جمال إقليم كردستان الملحق قصرا بسوريا، تلك المدينة التي عربت كغالبية أخواتها من المدن الكردية السورية إلى عفرين، أي استبدال الألف بالعين. أفرين هي أفرين بالأصل بالكردي باللغة الكردية، وعفرين باللغة العربية، والتي احتلت من قبل الدولة التركية الهمجية ومرتزقتها من الفصائل العسكرية المتطرفة والإرهابية منذ أكثر من 4 أعوام، وتعيش منذ أيام قليلة حرب الصراع على الغنائم وإبراز تطرفهم الإرهابي بحسب إملاءات أسيادهم من القوى والدول الإقليمية والعالمية الكبرى، التي ما زالت تلعب دور المتفرج الممتع بالدم والألم الكردي في عفرين، دون أدنى احترام لحياة وكرامة أهلنا في عفرين وغيرها من مدننا المحتلة، والذي سنناقشه كله ومع مختلف الشؤون والأزمة المأساوية السورية مع ضيفينا الكريمين والصديقين العزيزين الأستاذ وليد العمري، وهو شخصية سياسية عربية سورية من جولان المحتلة، شخصية معروفة. أهلا وسهلا بك أستاذ وليد العمري، نورتنا. تحياتي إلى كل جميع الحضور، الأخ أحمد مراد. تسلم. كذلك نرحب بالأستاذ عدنان مراد، وهو شخصية سياسية وحقوقية كردية عفرينية سورية معروفة. أهلا وسهلا أستاذ عدنان مراد صديقي العزيز. أستاذ عدنان نورتنا. يبدو أستاذ عدنان مراد نورتنا. الصوت من عندك لو سمحت. صوت تمام. الصوت فيه تماما، هلا اجى وضح الصوت. طبعا باسمكم جميعا مشاهدي بيف تي في الأكارم، وباسم ضيفينا الكريمين لابد أن نشكر الأستاذ عبد الباقي الحسيني رئيس الاتحاد العام لكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
على إخراج هذا البرنامج، وسيبقى معنا، له منا جزيل الشكر. أستاذ وليد العمري، سنبدأ معك. أولا، هل توافقني على ما جاء بالمقدمة؟ بوافقك وبعترض معك. شوف، لما صارت الحرب العالمية الأولى كان من المقرر بأنه يصير في دولة اسمها كردستان، مثل ما في دولة اسمها سوريا ودولة اسمها تركيا ودولة اسمها فلسطين وإلى آخره. طبعا هي باتفاقية سايكس بيكو بعد الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية. لكن اللي صار بأنه أتاتورك بذاك الوقت نقض بمعاهدة سيفر، وصار في ثورة كردية ضد الأتراك بذاك الوقت. وبالتالي مع سعيد بيران وإحسان نوري باشا ورضا سعيد والكلام هذا كلهم اتفقوا ضد الكرد بذاك الوقت، ودمروا الحركة الكردية ودمروا الحلم الكردي. وبالتالي بعض الكرد سواء كانوا بالعراق أو بسوريا فضلوا الانضمام للحكومات العربية ومع العرب، يعيشوا مع العرب ولبسوا لباس عربي كرها بالحكومة التركية. هذا واحد. الشغلة الثانية الحكومات العربية بذاك الوقت كانت جيدة جدا مع الأكراد، سواء كانت حكومة الملك فيصل بسوريا أو حكومة الملك فيصل بالعراق. عاشوا فترة ذهبية، كانوا عايشين سمن وعسل. بس لما اجت الأنظمة الدكتاتورية الشمولية، فيك تسميها بين قوسين الانقلابات العسكرية والبعثية والقومية والآخرين، صار في خلافات بيناتهم امتدت، سواء كانت بالعراق من 1961 حتى 1970 والى اليوم. وبنفس الشيء بسوريا، يعني كانوا عايشين احسن من العرب. أستاذ وليد، ما قصدته نعم. بإقليم كردستان الملحق قسرا بسوريا أنه هذه المنطقة طبعا سوريا والدول أنا جاي مع قلت لك بختلف معك وبتفق. توضيحا هالنقطة. نعم. يعني سوريا تأسست كذلك لبنان والدول الحالية بجغرافيتها وفق نعم. معاهدة سايكس بيكو التي يندد بها كل العرب، يعني والترك والفرس، ويعتبرها اتفاقية تقسيمية ومن ضمنهم الكرد. ولكن حينما يأتي الأمر بحق الشعب الكردي، الكل يتمسك بأسنانه وأظافره بسايكس بيكو. يعني هناك مفارقة عجيبة. يعني أنا جايك قلت لك بتفق وبختلف، وصلت لك على نقاط الاختلاف. نقاط الاتفاق لازم نوصل عليها. صار في عندك الحكومات الشمولية والانقلابات العسكرية. لما وصل الأمر بأنه بدي حقي أنا ككردي، فزت عليه الحكومات الشمولية وبلشت فيه قتل ومنعته، قاتلون لا نحن سايكس بيكو، انتم ما دخلكم فينا، نحن دخلكم فينا الى اخره. وبالتالي صار في عندك حكومات قوميه فيك تسميها مثل حكومه حزب البعث بالعراق وبسوريا وبتركيا والى اخره، ما بدهم الحقوق الكرديه كلها. هذا واحد. بنفس الوقت صار في عندك حكومات شيوعيه وحكومات شموليه، اخوان مسلمين وغيره كمان بدهم اندماج، ما بيعترفوا لا بسايكس بيكو، بدهم يرجعوا القلق العثماني والقلق العالمي والاممي. وبالتالي صار في عندك نقاط اختلاف ونقاط شموليه. لما يقول لك بدي سايكس بيكو، الاخوان المسلمين يقولوا ما بدنا سايكس بيكو، هي مؤامره. حتى الشيوعيين بدهم اياها امميه وبدهم اياها بتعرف سلهبله. وبالتالي كانت الامور في تناقض بين القوميين ما بدهم الاكراد، وبين الشموليين الاخوان المسلمين بدهم خيو كلها تعالى نعيش سوا ودوله واحده وخلافه واحده وخليفه وامام والى اخره. هنا نقاط الاختلاف والاتفاق. اشكرك جدا جدا. سننتقل الى موضوع الحلقه مع الاستاذ عدنان. استاذ عدنان، طبعا لنعرف منك، وانت ابن مدينه عفرين، عن اوضاع عفرين، لتطلعنا وكل مشاهدي بيف تي في بالصوره الراهنه لعفرين واحوال شعبنا والمواقف السياسيه بعد دخول جبهه النصره او جيش تحرير الشام، ما بعرف شو مسمينهم، يعني كل يوم باسم هيئة تحرير الشام. استاذ عدنان، يعني طبعا هي جبهة النصر او هيئة تحرير الشام مصنفة ارهابيا وفق القانون العالمي، وخاضع للوضع، وخاصة الوضع الامني في عفرين بعد دخول هذه الجبهة الارهابية الى عفرين. كيف الاوضاع بشكل عام؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم الأستاذ وليد، وللأخ الجندي المجهول وراء الكاميرا الأستاذ عبد الباقي. شكرا. بداية فعلا وضع عفرين وضع مأساوي
أسوة بباقي الوطن السوري ككل. يعني معاناة الشعب السوري هي معاناة واحدة، لكن على درجات، في اختلاف بمناطق سيطرة الفصائل شكل. يعني إدلب يعني فيك تسمي 4 مناطق نفوذ، هالأربع مناطق النفوذ كلياتهم عم بيعانوا، لكن كل منطقة بدرجة معينة عم بتعاني. فنحن كعفرين بحكم البلد يعني 95% كان من سكان الأكراد، فهذا في الفرق بين عفرين وعزاز. يعني عزاز تابعة كمان لتركيا، وعفرين كمان تابعة لتركيا، طبعا تابعة للفصائل اللي بتدعمهم تركيا. المعاملة بعزاز غير المعاملة بعفرين، غير معاملة اللي بإدلب، غير معاملة. يعني في مناطق نفوذ لدولة واحدة لكن متعددة الأماكن. والادوار يعني بحسب توجيهات ورغبات تركيا متعدده الاتجاهات والاوامر والادوار. يعني هو لا، الراعي مبين، الراعي واحد من نبع السلام، من درع الفرات، من غصن الزيتون، الراعي واحد، لكن التعامل يختلف من منطقة إلى أخرى بحكم منطقة عفرين وجغرافية عفرين، سكان عفرين. يعني صار في شغلات ما صار في بالمناطق الثانية. يعني أول من دخول على أساس تحرير منطقة عفرين من الإدارة الذاتية، أو فيما كانت تسمى بإقليم عفرين أو كانتون عفرين، على أساس تحريرها من إيد الحزب أو الفيدة أو الفاككة اللي هو. لكن حقيقة صار في إجرام بحق عفرين من دخولهم على أساس منطقة محررة. مع الأسف صار منطقة النهب، منطقة السرقات، وكأنه رجعونا 1400 سنة على أيام الغزوات. يعني أجت غزوة على عفرين، وهذا كل شيء مباح لهم، كل شيء بعفرين مباح لهم، من يعني حرروها أخذوها وصارت لهم يعني كملك لهم. يعني قديما كان في عملية تهجير، مثلا يجوا من منطقة ثانية لعفرين، أو من عفرين يطلعوا على منطقة ثانية، كان في نوع من الاحترام، العالم تقدرهم انه هذول كمان نازحين وجايين. مع الاسف هذول اجوا بقوه السلاح واحتلوا عفرين. صار في احتلالين، يعني احتلال تركي واحتلال باسم الجيش الوطني. مع الاسف ما في شيء بيربطهم بالوطن او بالوطنيه. يعني المواطن السوري ما عاد في لهم صفة الوطنية على هالجيش المرتزق اللي أجوا على سوريا. صاروا أجندات لتركيا، طلعوا حاربوا بليبيا، حاربوا بأذربيجان، حاربوا بكل شيء، وصاروا يرفعوا العلم التركي أكثر من الأتراك نفسهم إبادة. يعني بشكل يعني ما ضل في شجرة. يعني أنتوا جيتوا على أساس حررتوا عفرين من هالحزب اللي هو بتسموه حركة إرهابية. مع الأسف الشيء اللي سويتوه أكثر منهم ب100 مرة. أجوا كانتقام، يعني أجوا ينتقموا من عفرين، مو أجوا يحرروا من عفرين، كان عملية انتقام. هنا يعني الانتقام بسبب، أستاذ عدنان اسمح لي بمقاطعة، الانتقام لأنهم كرد ولأنهم يعني أو لماذا؟ لسبب آخر يعني قديما عند النظام أنت واحد من السوريين وكنت يعني تقريبا متعاطي مع الأحزاب الشيوعية أو الكردية، التهمة كانت جاهزة، وأنا رحت أنا واحد منهم أثناء ما مسكوني، مجرد تهمة جاهزة عند الدولة، اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية. هاي التهمة جاهزة لكل الأحزاب الكردية كانت عند النظام. عند جماعة الجيش الحر أي واحد أجا، أي كردي بدون استثناء، متهم بأنه أنت عميل مع الإدارة الذاتية، أنت عضو بالPKK، أنت عضو بالفيدة، أنت كذا، أنت معهم وإلى آخره. يعني تهمة جاهزة. يعني حتى رفاقنا من الفارتي أو من الآزادي اللي وقفوا بجانب الثورة من قيام الثورة السورية، واللي سموا جمعة باسم آزادي، اضطهدوا بعفرين على يد هالمرتزقة، أنه على أساس مع الفيدة علما العداء كان واضح، وكل الناس بتعرف الشيء اللي كان بين الآزادي وبين الفيدة أو الفككة. يعني بمعنى بدون أي تمييز
اي مواطن كردي تهمته جاهزه، انت مع الحزب. يعني هم ما بيقولوا لا PKK لا بيدا، مع الحزب، اي الحزب اللي كانت تحكم بعفرين. مع العلم هلا وناهيك أنك عميل إسرائيل وتريد وأنت انفصالي تريد فصل كردستان عن سوريا وإنشاء دولة معادية. هي تهمة هاي النظرة والمعارضات التركية، صدقتها يعني نظرة تركيا، واتبعت المعارضات. هاي النظرة التركية اللي بتدعم الإخوان اللي تسلقوا على الثورة السورية واستحوذوا على الثورة السورية وغيروا مسار الثورة بأكمله. هاي نظريتهم، أنت عنصري أو أنت انفصالي أو أنت كذا. وهاي من أفكار البعث. شوفيني يعني 40 سنة، يعني المعارضة السورية ما حسنت تخلص حالها من هالأفكار اللي كانت مزروعة جواتهم. يعني كل واحد في جواته 100 دكتاتور ودكتاتور. مع الأسف تبنوا يعني كائتلاف وطني، تبنى على أساس هالفصائل المسلحة، على أساس أنه هذول الجانب العسكري إلهم وهذول المظلة السياسية إلهم. جابوا فشل ذريع بعفرين. يعني ما حسن أي واحد من الائتلاف يدخل على عفرين أو يحل مشكلة واحدة مع مواطن واحد. دخلوا كم مرة بشكل يعني أنه أجا والله راح زيارة لهنيك ورجع بدون ما يحسن يعمل أي شيء. يعني بمعنى الفصائل كانوا كل فصيل بمملكته، يعني 26 فصيل، بمعنى كانوا 26 مقاطعة أو 26 كانتون أو 26 دولة، 26 قانون بعفرين. يعني بتخلص من فصيل بيجيك فصيل ثاني، بتخلص من أي فصيل. صار هون في تقريبا جس نبض أو اتهامات جاهزة. يعني أنا تحت رعاية هالفصيل أخذوا مني بما فيه الكفاية، صاروا يسلموني لفصيل ثاني مشان يجي يتوسط عند الفصيل الثاني يخلصوني مشان كمان أدفع للفصيل الثاني. يعني واحد هذه يعني الممارسات على أساس عفوا أستاذ، على أساس مثل النظام أنه واحد يروح يساوي تسوية الوضع. هذا بيروح على تسوية الوضع، سوى تسوية الوضع عند العمسات لا على التعيين، بيمسكوا الحمزات. يا أخي أنا هاي دفعت كذا وعملت تسوية وضع، عم بيقول يا أخي هذاك عند الحمزات، نحن حمزات بدنا كمان نصيبنا. تخلص من الحمزات يجيك سمرقند، يجيك الوقاص، يجيك أسماء متعددة متنوعة، يعني ما كنا سمعانين فيهم. مع الأسف فهون جابوا فشل ذريع. نتيجة هالفشل اللي صار بعفرين ما في قانون، ما في جهة واحدة إدارية تحكم. طبعا هن المجالس المحلية حقيقة كانوا من خيرة الشباب اللي يختاروا يكونوا بالمجالس المحلية ليقودوا المنطقة إداريا أو مدنيا. مع الأسف الفصائل أفشلوا المجالس فشل ذريع. كلهم يعني الطيب منهم استقال ومنهم ماتوا، مثل أحمد شيخو استشهد تحت التعذيب وهو كان نائب رئيس أو عفوا كان رئيس مجلس محلية الشيعي. الأستاذ داود محامي داود عمر كان عضو بمجلس مع بطلي، نفس الشيء اعتدوا عليه حتى مات بالنتيجة. فأفشلوا كل شيء حابب يخدم منطقة عفرين، أفشلوه أو حطوه كواجهة يخدمون إلهم. يعني بيروح عند مجلس محلي، يا مجلس محلي نحن بدنا من هالقاطع $100,000. هالقاطع مجبور هذا اللي عضو بالمجلس المحلي بدل ما يخدم المنطقة بده يظلم المنطقة ويجمع لهم المصاري. يعني ممارسات لصوص وحرامية أستاذ عدنان. هذه الممارسات سنحكي عليها، سنأتي إليها بعد أن نسأل الأستاذ وليد العماري مرة ثانية. أهلا وسهلا بك أستاذ وليد. في ظل ما جرى ويجري وسيجري في المستقبل في عفرين، كيف تقيم مواقف النظام والمعارضات وخاصة الائتلاف وتركيا والدول العالمية الكبرى المؤثرة بالشأن والمأساة والألم السوري؟ يعني مفروض عفرين مدينة سورية، النظام لحد الآن مواقفه صامتة، وبعض المواقف أصوات النشاز الخجولة. يعني كذلك الأمر بالنسبة للمعارضات وخاصة هيئة الائتلاف.
وأيضا هناك صمت دولي على ما جرى. كيف منظمة تصنف إرهابية عالميا وتدخل والشعب متخوف مترقب من الغد الأكثر ظلاما؟ يعني كيف تقييمك لهالوضع هذا؟ أستاذ وليد الصوت. تمام. هذا الأمر بيقودك لموضوع البروسترايكا والاتحاد السوفيتي، تفكك الاتحاد السوفيتي وحرب الكويت وتأسيس كردستان وحكومة كردستان. داكور، هون اتفقنا على هذا الموضوع تاريخيا. بنجي على اتفاقية أضنا اللي صارت ب 1998 على اتفاقية أمنية يعقدها عدنان بدر حسن رئيس شعبة الأمن السياسي يعني. وبالتالي كان من ضمن الاتفاقية، وهذا كانت أمور ما كان حدا بيعرفها إلا قلة قليلة من بعض السياسيين. الاتفاقية كانت منطقة الشمال السوري، عفرين حصرا، مالكية وإلى آخره، المناطق الكردية تعتبر منطقة أمن قومي تركي. لابد من النظام السوري من التنازل عنه والسماح للقوات التركية بالدخول إليه. وبالتالي بتشوف أنت في عندك نشاط للأحزاب القومية التركية العنصرية، المهبة والأحزاب الثانية الذئاب الرمادية. هاي الذئاب الرمادية أكثر من داعش، بل هي داعش حقيقة. هاي كانت عم تدخل على المنطقة تماما. هنا بتشوف أنت بعد البروسترايكا شو صار بعد الاتفاقية 98. بال 99 سلموا عبد الله اوجلان على اساس حزب شيوعي وكذا الى اخره، ونحن ما بدنا اياه. وبالتالي ما كان المقصود عبد الله اوجلان، كان المقصود الكردي بشكل عام. خلينا نكون واقعيين، لانه ما بدهم كردي، هن ما بدهم كردي. الاحزاب القوميه ضد الشيوعيين وضد القوميين الكرد. رجعنا لنفس الحدقه، الكلام اللي حكيناه قبل شوي انا وياك، ضد القوميين والاتراك ضد القوميين العرب. وبالتالي صار في منطقه صراع كامل بعفرين. النظام السوري ما بده عفرين لحتى ما يدخل بخلاف مع الاتراك، رجعوا يحتلوها، لانه صار في عندك 3 مرات حاولت تركيا تحتل سوريا بشكل او باخر وتقتحم المنطقه. اخر مره بدرع الزيتون وغصن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام والى اخره، وقبل بحلف بغداد، وقبل ب 98 لما حاولوا يدخلوا يجيبوا القوات الاوجلانيه من سوريا. يعني دائما كان في عندك تهديد. من التهديدات هي كمان قطع المياه على منطقه الشمال. يعني تعال عندك نهر عفرين جففوه، ميدانكي انتهى، بتيجي على منطقه عين عرب كوباني كمان النهر هنيك تجفف. هاي المنطقه كلها كانت داخله من ضمن المخطط ال 99 لسبب واحد، مشان حافظ اسد لعنه الله عليه يورث الحكم لابن بشار ويمشوا على الخط الكامل المتناغم مع الحكومات التركيه المتواليه والقديمه. هذا الكلام كان قبل اردوغان، بعدين استمر مع اردوغان. نقطة أخرى، يعني الأنظمة الغاصبة المحتلة لكردستان تخاف تحديدا من عفرين، وهذا الاضطهاد اللي صار فيه أنه نعم بتخاف من عفرين بسببين. منطقة تصل كردستان بالبحر، يعني هي كمان حدودها البحرية. كثقل سياسي كردي، قومي كردي، كثقل سياسي شيوعي كردي. هذول الثقلين تكرههم الحكومات القومية سواء كانت عربية أو كانت تركية. وبالتالي صار في عندك، إذا بترجع أنت للتاريخ بتركيا، صار في عندك مذبحة مرعش ذبحوا فيها الأكراد والعرب بحجة بأنهم علويين. تطلع على ساحة تقسيم بسنة 78 ذبحوا الأكراد والعرب بحجة بأنهم شيوعيين وقوميين انفصاليين، وتكررت ب 2013. هذا الأمر معروف قولا واحدا، ذبحوا الأرمن لأنهم شيوعيين، ذبحوا الأرمن لأنهم قوميين، ذبحوا الأكراد لأنهم قوميين. وبالتالي عندهم هاجس كبير. عفرين خط أحمر، ملاءة مادية، عندهم مادة كبير، عندهم حرية بالتعبير، عندهم ثقافة عالية، عندهم اقتصاد وفير، ومعروفين دوليا لأنه عندهم انتشار عالمي. يعني المرأة العفرينية، المرأة الكردية بشكل عام عندها انتشار عالمي، وبالتالي بيخافوا منها. بالمعركة الأخيرة تبع عبد الله هذا الجولاني، شو كانوا خايفين؟ شو كان السبب؟ ما كان سبب مفاجئ بأنه تدخل القوات جيش التحرير والجيش الواطي يفوتوا على عفرين. ما كان شغلة مفاجئة، كانت شغلة مبيت لها في ليل. خافوا من امتداد الثورة الإيرانية
خافوا امتداد الثوره الايرانيه كما امتدت الثوره العربيه بتونس ومصر وليبيا لسوريا. قال لك اذا امتدت الثوره الايرانيه، وخاصه ايقونه الثوره الايرانيه كرديه ايضا، يعني حظ تماما الكرد. تماما انا جايك بهذا الموضوع، وخاصه بانه البنت اللي تم الاعتداء عليها مها جينا مهسا، سموها جمهسة طبعا، حتى هناك في تفريق مهسا او مها لا تاخذني يعني جينا اميني ولا. فبالنتيجه هي من جذور الكرديه تحمل الجنسيه الايرانيه. خافوا بانه عفرين والمنطقه الشماليه بتركيا والمنطقه الجنوبيه بسوريا والمنطقه الجنوبيه بتركيا تتعاطف مع النساء الكرديات بايران، وبالتالي بتسبب لهم وجع راس للاتراك. وبالتالي دغري اتخذوا قرار مباشر الجيش التركي، الامن التركي، قوات المهابه وقوات الذئاب الرماديه باستئصال الثوره الايرانيه التي قد تحصل، لانه عمليه ردع، وبنفس الوقت تهيئه الجو للانتخابات اردوغان ونجاحه بالانتخابات، وتهيئه الجو لبشار الاسد والصلح معه، لانه قبل بشهرين رفضوا الصلح مع بشار. فز الشعب السوري كله ما بده الصلح مع بشار، قال لك ما بدنا الصلح مع بشار وما بدهم القوات الايرانيه، وبكره بيتعاطفوا مع الثوره النسائيه بايران، معناها بيسبونا وجع راس. لا، فوت عليهم نكبسهم، ما بدنا داعش، طيب معناها بدكم الاتراك، معناها بدكم القوميين الاتراك. فدخلت الحكومه التركيه اليوم عم تحط حواجز ودروع وكذا اخره، لكن هذا عباره عن حاجز مؤقت بدهم يبدلوا. باختصار استاذ وليد، يعني هناك في مخرجات اتفاقيه أسيتانا الاخير، يعني انه محاوله لعوده تسليم المناطق الى النظام، وهناك اتفاق ضمني ما بين اردوغان وبشار. يعني هذا التسليم ما راح يكون بشكل مباشر، راح يكون على مراحل. اول مرحله المنطقه الشماليه بشكل عام، سواء كانت عفرين او المناطق الاخرى، سواء كانت درع الربيع او درع الفرات، يعني الضفه الغربيه والضفه الشرقيه لنهر الفرات، وقطاع عفرين، سموه قطاع عفرين، هلا كان سمينه كرتون وسموه كذا الى اخره، فصار عندنا مثل قطاع غزه، الضفه الغربيه والضفه الشرقيه. فهذا هذا طبعا هذا باختصار، يعني هذا باختصار. وبالتالي هن بدهم يقضوا على هالحركه هي بدهم يقضوا عليها بسببين، بس يقضوا عليها بيصير سيطرة الأمن القومي التركي عليها، بيسلموها لأحزاب قومية تركية مع الشباب اللي تجنسوا بالجنسية التركية. في سوريين تجنسوا الجنسية التركية سواء كانوا كرد ولا عرب، تجنسوا الجنسية التركية، وبالتالي هذول بيصيروا درع كامل، وبيقودوا المرحلة العسكرية والأمنية لصالح مين؟ لصالح تركيا. وبالتالي إذا سلموها للنظام بيسلموها مثل ما حكى قبل شوي الأستاذ عدنان، أنه بيسلموها مجلس محلي لا بيحل ولا بيربط، بيسلموها محافظ لا بيقدم ولا بيأخر، بيسلموها رئيس بلدية يعني تعال الحفر والتعفيس، بيسلموها صرف صحي، زراعة، يعني هذول آخر شيء حق فرنك مصدي قدام لتاخذني حمزات جديدة أو أمن سياسي جديد أو شعبة مخابرات جديدة أو إلى آخره، يعني بيسموه كعب داير. آخر شيء بترجع لأيام قبل الثورة، تنكز زيتون لأبو حيدر، وتنكز زيت لأبو جعفر، وشوال زيتون لأبو علي وإلى آخره، بترجع نفس القصة. هذا الكلام بتكرر مع الجيش الواطي. أنا ما بسميه الجيش الوطني، بسميه الجيش الواطي تابع لأردوغان، لأنه كان عبارة عن مسمار جحا، بياخذوا على أذربيجان وبياخذوا على ليبيا لحتى يقاتل هنيك، قتل شبابنا واغتصب نسائنا وقتل أطفالنا، وهذا الكلام علنا، مو مخبى. سيدي وصف دقيق، كما ذلك الكف الدقيق الذي صفعته لأنور الخوجة رئيس الائتلاف. يعني أستاذ وليد، أنه الجيش الواطي وليس الجيش هذا، يعني هو فعلا جيش واطي، لأنه أنا ما شفت منه أي شيء جيد. يعني الجيش الوطني بيحمي أهله، بيحمي عرضه، بيسعف الجريح، بيدير باله على المريض، بيقدم له علاج ودواء وغذاء. نحن خلينا نحكي الواقع، بالأزمات الجيش بيقدم المي للمواطنين، هذا عم يسرق المي تبعهم. بالحالة العادية بيقدم لهم الدم لحتى يسعف الجرحى، هذا عم يقتل الجريح، عم يقتل السليم. فذلك يعني هذا ما هو جيش وطني، هذا جيش واطي. هذا ما سنبحث مع أستاذ عدنان، هو ابن عفرين. أستاذ عدنان، يعني عفرين المدينة الجميلة أو عاصمة الجمال إقليم كردستان سوريا، يعني فعلا مؤسف وحالة مأساوية أن تصل عفرين
لهذه الحالة. كل مدن كردستان مدن خيرة، مدن بالثروة الطبيعية كما كل أهل سوريا. ولكن أستاذ وليد مراد، أستاذ وليد العمري قال جملة ربط ما يحدث بعفرين بما يحدث في إقليم كردستان إيران أو بالثورة الإيرانية، يعني تحديدا كونه جينا آميني أو مهسا آميني كردية، هناك في علاقة ربط. ما تعليقك على ما قاله بالمجمل أستاذ وليد العمري؟ تحياتي للأستاذ وليد، في وصف رائع ودقيق للجيش اللي هو فعلا مو جيش وطني. لا، الشيء الأحداث اللي هلا حاليا تصير بعفرين، دخول الهيئة. طبعا دخلت الهيئة نتيجة اتفاقيات أو مع بين النظام وبين روسيا، ويعني المحور أشيتانا. طبعا هذا كان مدروس ومخطط، وفي هالتوقيت دخل ممكن يعني انه تركيا ورياحة بالها انه هالثورة الإيرانية ما تمتد كما امتدت ثورة من تونس إلى سوريا إلى مصر إلى آخره. ربما هذا جانب من جوانبه، لكن الشيء اللي بيصير بعفرين ممكن فينا نقول انه فشل هالجيش اللي اجى على عفرين في إدارة عفرين في تحرير عفرين، فشل في إدارة عفرين. أردوغان تعرض لمواقف وضغوطات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان فيما يجري في عفرين نتيجة توثيق التي كان يقوم بها الشباب الكرد أو المنظمات الحقوقية في عفرين. فهون أردوغان بده يغير من صورته على أساس أنه منطقة آمنة، وكل العالم شاف أنه هي ما هي منطقة آمنة، هي منطقة دمار، هي منطقة خراب. هي يعني صار في تغيير، قطع الأشجار، السرقات، الدمار بالبنى التحتية، دمار بالآثار الموجودة في المنطقة، تغيير ديموغرافي ممنهج. فالعالم صاروا يعني انه يا اردوغان هذا مو منطقة آمنة وشيء اللي عم تدعيه. هون بده أستاذ عدنان اسمح لي، ليس فقط تغيير ديموغرافي إنما إبادة كاملة لعفرين أرضا وشعبا، يعني ما حصل عمليا. هذا هو، هذا الواقع، هذا هو. لكن بالنتيجة أهل عفرين وأثناء انتفاضة العودة رجعوا كثيرين على عفرين، هون على أساس أنه كانوا موعدين الشيء اللي بيرجع عفرين بيعطوه بيوتهم، ما رجعوا لهم بيوتهم. قسم في البداية رجعوا، لكن بالمرحلة الأخيرة صاروا أنه ما بدهم يرجعوا، لأنه من عم بيرجعوا هن بيتضرروا وبيتضايقوا من رجعتهم. فتغيرت مواقفهم وصار وقفوا ضد يعني عودة الأهالي، على أساس بده يعمل منطقة آمنة وما بيخلي أهل المنطقة يرجعوا، ما بيرجعوا لهم بيوتهم، ما بيرجعوا لهم أملاكهم. فنتيجة هالضغوطات، وتركيا مقبلة على انتخابات، والاقتصاد التركي نوعا ما يعني شبه انهار يعني بشكل أو بآخر، الليرة التركية خسرت كثير. فهون المعارضة طلعت بوجه أردوغان بده يعني يدفش أزمته الداخلية لخارج عفرين. إيش عمل مشان يتخلص من هالمرتزقة بعد ما أنهى شغل فيهم في ليبيا وفي أذربيجان؟ بده يتخلص من قسم من هالفصائل. كيف بده يتخلص؟ جاب جبهة النصرة. جبهة النصرة أثناء قبل 3-4 أشهر كمان دخلوا ورجعوا، وأثناء ما دخلوا هلأ لا عفرين كانت الدوريات التركية ودوريات هيئة تحرير الشام اللي نصرة مع بعضهم على الطرقات وواقفين دوريات وكل شيء. حتى الروس اللي ضربوا كفرجاني ضربوا مواقع الفيلق الثالث، ما ضربوا جبهة النصرة، لأنه كان في اتفاق بين روسيا وتركيا أنه يدخل جبهة النصرة. طبعا جبهة النصرة ليش روسيا بتحب تدخل؟ لأنه مشان الحرب الأوكرانية تكسب تركيا لجنبها، يعني توقف لجانب روسيا. بالمقابل كمان يصير نفس الشيء، انه بكره يصير حجه بايد الروس وبايد النظام انه يا اخي هاي حركه ارهابيه صارت بعفرين، وبالتالي من حقنا نقصف عفرين ومشان نضرب هالحركه او هالمنظمه الارهابيه. امريكا موقفها
تبين بعد اسبوع انه من رضي عن هالشيء، علما كانت لها علم وبمعرفته وكلهم دخلوا. يعني كل مين حسب مصلحته. نظام عم بيحاول بالفترة الأخيرة، شفته عم بيحاول الروس عم بيحاولوا تعويم النظام مرة أخرى بالعودة لجامعة الدول العربية ولا العلاقات التجارية والاقتصادية إلى آخره. تعويم النظام هون تركيا كمان بده تعويم جبهة النصرة، لأنه شاف أنه في عندهم حكومة إنقاذ بالرغم من هي حركة إرهابية، بس ضبطوا قرار واحد، حكومة واحدة، سلطة واحدة. هون واردوغان هو معلم نفسهم، يعني معلم اسمح لجولاني لي طبعا، ومعلم اسمح لي هنا لهدول. بسؤال استاذ عدنان، اسمح لي بسؤال. طبعا بالنسبه لاردوغان معروف يعني لدى شعبنا الكردي انه هو امير الدوله الداعشيه، يعني مش دوله تركيا، لانه هو راعي داعش وراعي جبهه نصره، وهذا كلها ابناء اردوغان. في هناك ابن مدلل اكثر من ابن اخر معروف. استاذ عدنان، في هناك سؤال يعني بيطرح نفسه، انه جبهه النصره على الأقل يعني عم بتطبق الشريعة الإسلامية، وسيكون هناك يعني عدم التعدي، عدم السرقة، عدم التعدي على حقوق الناس. يعني هناك يعني رأي يقول أنه الشعب سيرتاح مع جبهة النصرة إن صح التعبير، يعني أكثر من الفصائل الثانية. شو تعليقك هي حول هالنقطة؟ هذا حقيقة رأي الشارع، لأنه الشارع أو المواطن الكردي اللي ساكن بعفرين تعب من مشاكل هالفصائل نتيجة فشل الائتلاف، فشل الحكومة المؤقتة، فشل الجيش الوطني، وعانوا معا وعانوا الويلات. فأجت النصرة، ممكن أنه يا أخي عم بيقولوا بدل 56 رئيس يظل رئيس واحد، بدل 20 ضريبة بدفع ضريبة لجهة واحدة، لحكومة واحدة. بس ما بيطلعوا على خلفيتهم انه هذا كإرهاب وبكره فكر عقائدي وممكن تغيير او غسل دماغ للجيل كامل. هذا المواطن ما عاد يفكر بهالشيء، عم بيفكر بس كيف بده يتخلص من هالسرقات اللي عم بيصير. مع الأسف يعني هذا هو واقع الشعب. لكن الشعب الحمد لله يعني نحن كوعي المجتمع العفريني ما وقفوا مع أي جهة. ليش؟ لأنه اللوحة ما هي بيجوز بكرة تنسحب الهيئة ويرجعوا هذوك يحكموا ويظلموا أكثر. لو وقفوا مع هذول يعني بطبيعتهم وقفوا كل مين على شغله وما لنا علاقة، هن بين بعضهم يتقاتلوا يتضاربوا، ما وقفوا، ما صاروا جهة مع طرف معين ضد طرف ثاني. هذه النقطة الإيجابية فعلا. الوعي العفريني اللي وقفوه تماما. لكن كتعامل حاليا على أساس أول امبارحة كان في اجتماع أمريكي تركي بعفرين، تمام، هذا كان أحد أنه على أساس تنسحب الهيئة من عفرين. الأسلحة الثقيلة سحبوهم من عفرين، وشهود عيان شافوه حكوا لي أنه انسحبوا الأسلحة، سحبوا الأسلحة الثقيلة، لكن العناصر والأمن باقين ومنهم اندمجوا. صار في اندماج بينهم وبين الحمزات، بينهم وبين العمشات، بينهم وبين أحرار الشام. هدول ضلوا كعناصر أمنيا مشان هن يحكموا أمنيا، يعني يحكموا عفرين. هنا قبل ما ننتقل أستاذ وليد باختصار سؤال صغير بيطرح نفسه، ما مصير ائتلاف أو حكومة سورية المؤقتة في عفرين؟ يعني كان ما مصيرهم؟ ما دورهم؟ يا أخي ما ظل شيء اسمه حكومة المؤقتة بعفرين. بالأصل ما واحد زار عفرين شيء باسم هذا أنه حكومة سورية المؤقتة. لا في قانون بعفرين، لا في سلطة بعفرين، لا للائتلاف ولا للحكومة الوطنية. ما في شيء، ما في شيء اسمه حكومة المؤقتة بعفرين، ما في شيء اسمه ائتلاف بعفرين، ما في شيء اسمه مجلس وطني بعفرين، ما في شيء. فصائل وبتحكموا بس. سنحكي عن المجلس الوطني بالتفصيل بعد أن نعود إلى أستاذ وليد العمري. أستاذ وليد العمري، يعني المواطن العفريني وككل مواطني سوريا الآن فعلا تائه ما بين يعني سندان ومطرقة النظام والمعارضات. يعني تايه. هذه المعارضات مفروض تكون قائدة للثورة وتجعل من سوريا بلد
سوريا اللي قال مهاتير محمد بزمانته واحد شعبه الماليزي بأن يجعل ماليزيا كسوريا. الآن ما يعني في ظل هذا الوضع المأساوي من كل الجهات، سوريا تحولت إلى ساحة حروب تصفية حسابات إن كانت إقليمية ودولية. وشوف ماليزيا كيف صارت. يعني الائتلاف، القوى المعارضة المعترفة دوليا، ما دورك أنت أحد أعضائها. يعني لماذا هذا التخاذل كما يسميه شعبنا يعني لأردوغان على حساب الدم والكرامة السورية؟ بداية الأحزاب والمنظمات المدنية يعني هي غايتها الو آسف، يبدو في عطل صار. يبدو صار عطل فني. نعتذر من المشاهدين ومنكم. تفضل استاذ وليد. يعني يمكن كنت عم قول الأحزاب والمنظمات المدنية، الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية شو مهمتها؟ مهمتها توعية المجتمع وخلق مجتمع مدني عاقل. أنا بحكيها دائما، العقل السليم في المجتمع السليم وليس في الجسم السليم، في المجتمع السليم. أنا بجوز أكون مجنون لما أشوف البيئة اللي عندي مجنونة، بيئة مصروعة. وبالتالي عندنا الائتلاف واغلب منظماتنا معارضاتنا انا بسميها معارضه احيانا بعد ما طلعت الائتلاف، لانه شفته فعلا عباره عن نفاق وتعريس سياسي لاردوغان او للسعوديه او لقطر او الى اخره. لانه من حكام العرب بشكل عام، وكل الاحترام لرايك، انا هذا رايي طبعا. انا بحكي بشكل مباشر وشفاف. يعني اغلب الحكومات العربيه هي بقايا الدوله العثمانيه، خلينا نكون واقعيين. كل واحد كان امير على منطقته، امير محلي على منطقته، صفي استقل، وبعد ما تفك الاتحاد السوفيتي كل رئيس دوله صار رئيس منطقته، وهذا صار رئيس امارته. وبالتالي هذول صعب يتخلوا عن مواقعهم وعن مناطقهم، وبالتالي ربطوا مجموعات سياسيه سوريه فيهم، واستغلوا الوضع. وكل المرتبطين سواء كانوا بامريكا او بروسيا او بغيرها عباره عن خزعبلات سياسيه، اخر شيء مرتبطين بلاعب تجاري واحد عم يلعب فيهم كلياتهم. هذا واحد. اثنين، المنظمه والحزب السياسي والجمعيه المدنيه ما بتحمل سلاح. الائتلاف حمل سلاح وشجع على حمل السلاح. فيلق الشام تابع نزير حكيم. شفتوا نصر الحريري رئيس الائتلاف وسالم مسلط قدم وسام ودرع البطوله لابو عمشه. يلي قدم لابو عمشه بيقدم للجولاني، والجولاني دافعوا عنه جورج صبرا، ودافع عنه ميشيل كيلو الله يرحمه، ودافع عنه برهان غليون، والكل دافعوا عنه واعتبروه بانه احد فصائل الثوره. معاذ الخطيب دافع عنه. وبالتالي انت لما تشوف الائتلاف بهالدونيه هي، بهالسقاطه هي، من رئيس الائتلاف لما كان خالد خوجه كان عضو بهيئه الذئاب الرماديه، هي المنظمه العنصريه فيك تسميها، عنصريه كامله، عنصريه قوميه عنصريه كامله. لذلك انت وين الائتلاف؟ ما في عندك ائتلاف سياسي، عندك ائتلاف مافيا، ائتلاف قتل، ائتلاف جريمه. وبالتالي الكل متفقين، سواء معارض او نظام، الكل متفقين على الكردي وعلى العربي، لانه ما بدهم صوت يعلى، بالطرفين. سواء اقليم كردستان، احنا في ناس بيختلفوا معك بانه ليش مسميه اقليم كردستان سميه شمال سوريا، بضحك انا احيانا. يعني فيك تسمي اقليم الجولان وتسميه جنوب سوريا، اقليم اسمه اقليم حوران مثل اقليم كردستان. يعني ليش عم تختلفوا معنا؟ المعارضه لاسم اقليم كردستان سوريا يعني نابع من افكاره الشوفينيه. هذا مرض سياسي انا بعتبره هذا مرض سياسي. نعم. خلاص عندك جبال علويين، هذا اقليم
يعني هي عنصريه؟ لا مو عنصريه، هذا اسمه. جبل الدروز، جبل العرب، هذا اسمه. جولان هذا اقليم، هذا اسمه. فذلك شو الخلاف يعني اذا كان اقليم كردستان ولا كان اقليم الجولان؟ واحد، نفس التسميه، تعطي هذا تعطي هذا. حتى باوروبا في اقاليم، بكل العالم في اقاليم. المشكله بانه في عقل متحجر حمل البندقيه على حساب عقله. جماعه الائتلاف وجماعه النظام وقفوا الاثنين بمواجهه بعضهم لقتل اراده الشعب السوري. بشار الاسد اسوأ شخصيه سياسيه اجت على سوريا بعد ابوه، لانه كانوا اثنين حاكمين سوريا سابقا، حافظ اسد ورفعت الاسد. اليوم ما الاسد وبشار الاسد. أستاذ وليد، هناك من يقول أنه ما حصل وجرى لعفرين بالآونة الأخيرة، بالأيام الأخيرة، ودخول جبهة النصر تحديدا، هو بداية تقسيم سوريا يعني. وطبعا يتحججون بأنه النظام لم يتحرك، لم أي شيء، وأيضا القوى الفعالة ما نددت، يعني ما كان لها دور المطلوب يعني. شو هلا تعليقك؟ خلينا نحط 3 احتمالات. الاحتمال الاول، ابن عفرين بيحب يكون مع تركيا؟ اكيد لا. ابن عفرين بيحب يكون تحت نظام الاستبداد الاسدي؟ اكيد لا. وبالتالي بشكل طبيعي انا كابن عفرين، كابن جولان، ما بتمنى لا اكون مع اسرائيل ولا بتكون مع استاذ وليد يقول انه هناك اتفاق اسد اردوغان، يعني انه لا مو اتفاق اسد اردوغان، اتفاق ما قبل اردوغان، اتفاق الاسد الكبير مع ديمتريل، مع الحكومه التركيه اللي قبل اردوغان. حكيت لك يا قبل شوي باتفاقيه اضنا. هذا اتفاق كله بيجر بعضه. وبالتالي هون عندك مثل الدرج حلقه تتابع. اليوم بشار الاسد عم يتابع حلقه ابوه، واردوغان عم يتابع حلقه فتح الله جولان. كمان فتح الله جولان كان اسلامي. ليش احتل قبرص ب 83؟ طيب اذا انت يا اردوغان ضد فتح الله جولان، فتح الله جولان احتل قبرص وساوى جمهوريه قبرص التركيه اللي ما حدا معترف عليها الا تركيا لحالها. طيب اذا انت ضده، رجع قبرص لليونان، ساويه قبرص يونانيه. كيف انت ضده وكيف انت معه؟ يعني هذا التناقض. اذا انت ضدي معناها تكون لازم تعطي العكس. هن كلنا متفقين على حلقه واحده، تدمير الحاله الانسانيه الكرديه بالمنطقه، لانه متفقين تماما بانه ما بدهم كردي بالمنطقه، ما بدهم كردي، بدهم ضغط. هن الاتراك القوميين العنصريين بيعتبروا الكردي عباره عن تركي الجبل، واذا اعتبروه شيوعي هو ضد الشيوعيه، واذا اعتبروه اسلامي هو معاهم لانه خلافه اسلاميه. وبالتالي عم يمشوا نفس البرنامج تبع الذئاب الرماديه والقوى القوميه التركيه والقوى القوميه الاسلاميه التركيه. وذلك كنا متفقين مع بعضهم بكل الاتفاقيات من ايام اتاتورك لايام اردوغان. نفس الحلقه. للاسف نحن الكرد قديما ضحايا الاسلام السياسي المتطرف، واليوم ضحايا الكردي ضحيه الاسلام السياسي، ضحيه الشيوعيه، وضحيه القوميه. خلينا نكون واقعيين. ليش انا بتمنى سواء كان كرد ولا عرب وكل القوميات الاخرى انه يحطوا السلاح على جنب ونعمل التوعيه. نحن اولاد فلاحين، نحن ما عندنا وعي سياسي. ابن المدينه التاجر عم يلعب فينا مثل ما بده، وله تعاملات خارجيه مع دول ومع تجار كبار ومع بنوك عالميه، وبالتالي عم بيعنا ويشترينا على كيف. يعني بناء الانسان الجديد حقيقه بناء الانسان بدايه بناء الاوطان. تماما. استاذ عدنان مراد، سنعود لك. استاذ وليد العمري جريء وشخصيه عربيه فعلا يحكي الصدق، ويعني وبكل جرأه، يعني أن هناك اتفاق على إبادة الكرد، اتفاق على محو الوجود الكردي في المنطقة. ما حدث في عفرين، كون الحلقة عن عفرين، أين القوى الكردية؟ المجلس الوطني الكردي، وأنت عضو بأكبر حزب كردي، عضو هيئة استشارية، عضو قيادي، يعني
يعني طبعا الاداره الذاتيه او الابوجي هذول مو محسوبين، يعني محسوبين بالاسم. هناك من يقول هذول كرد، هذول لا، هم بيقولوا نحن ما لنا كرد، هذول اصلا مو محسوبين علينا، يمكن محسوبين علينا بلائهم وشرورهم، يعني ان صح التعبير. بس القوى الكرديه اين وجودها؟ اين دورها؟ اين المجلس الوطني الكردي؟ لماذا هذا الصمت؟ لماذا عدم الخروج من هذا الائتلاف الذي مات بدخول جبهة النصر لعفرين كما يقول غالبية المحللين والمعلقين السياسيين يعني على ما حدث؟ تفضل. شكرا. أنا بقول الأستاذ وليد حكى أنه الأكراد ضحية كذا ضحية كذا. أنا بقناعتي لو الأكراد كانوا في منطقة صحراوية فقيرة جدا ومع أي دولة أنه لازم الدولة تصرف عليهم، أكيد كانوا قالوا كفوا بلانا عنا، بلاكن عنا وروحوا أعملوا دولتكم. عدم مؤاخذة. لكن غنى كردستان بأجزائه الأربعة، غناها بثرواتها الطبيعية، بجبالها، بأشجارها، بمناخها، جعلت يعني المنطقة الكردية عدوة أيضا للكرد كي ينحر أو يحرمون من هذا كله. أخي الكريم، بالنسبة للمجلس الوطني أو الأحزاب الكردية، مع الأسف كيف الصف العربي منشق والمواطن العربي مهان في بلده، الأحزاب الكردية كمان نفس الشيء، يعني هن كمان ضمن لعبة ضمن أجندات معينة. فهذه الأجندات يمكن أنا بقناعتي كمجلس وطني هي فرصة لهم يتخلصوا من الائتلاف وجماعة الائتلاف ويقدموا ورقة كردية موحدة. إن كانت طبعا قضية عفرين قضية الشعب السوري ككل، حل لازم يكون حل للشعب السوري ككل، يعني عند النظام الشعب السوري مظلوم، وعند الإدارة مظلوم، وعند الجولاني، وعند يعني الشيء اللي بده الشعب السوري ما صار. يعني بدل ثورة الكرامة صار ثورة الموت والجوع والدمار. طبعا هالقيادات اللي لعبوا فيهم واللي حرفوا الثورة عن مسارها الحقيقي، والشعب السوري كله دفع ثمن، مو بس عفرين، بس لكون حلقة عن عفرين وحالة خاصة. وفي هذا التوقيت قدوم هيئة النصرة إلى عفرين خلق حالة جديدة. فهالحالة الجديدة بقناعتي المجلس الوطني لازم ياخذ دوره، يتنازل أو يعني ينسحب من الائتلاف، لكن كهيئة تفاوض بالنتيجة الحل كما بنسمع من كل الدول الكبرى أنه عن طريق 2-2-5-4، فيظلوا بالتفاوض كجسم كردي مثل أي منصة. في منصة القاهرة أستاذ عدنان، في أحمد مصطفى عم بيسألك. موسكو بهيئة التفاوض. أستاذ عدنان، في أحمد مصطفى عم بيسألك أنه هل تستطيع أن توضح ما قصدك بالورقة الكردية الموحدة؟ الورقة الكردية الموحدة أي أن يجتمع جميع القوى الكردية من يمينها إلى يسارها، أي من الإدارة الذاتية، من عفوا، اسمح لي أستاذ عدنان، اسمح لي هنا. أنت شملت الإدارة الذاتية كإدارة كردية، وهم بيقولوا عن نفسهم مو كرد. أنت لماذا بدنا نحن؟ عفوا، هاي أحد النقاط. وهم أضروا الكرد أكثر مما من أردوغان ذاته، أكثر من بشار، أكثر من خامنئي. فلماذا نتمسك بهذا؟ إدارة ليست كردية بل صناعة أعداء الكرد. يعني لم عفوا مو مستسلما، أنا لم أقصد الإدارة بهيكلته الحالية، أنا بقصد الأحزاب الكردية المتواجدة على الساحة بينك، منهم من هم أحزاب وطنيون. لا نستطيع أن نخون شعبا بأكمله. يمكن بعض الأشخاص من الإدارة، أقصد تحديدا بيادة الذراع السياسي لبككي. إن كان حتى بيادة لا نستطيع أن نخون حزب كبير مثل بيادة. يعني كحزب البعث مثالا، حزب البعث العربي الاشتراكي شوفيني عنصري، ذهنيته صعبة جدا. مع هالشيء في مواطنين، في بعثيين شرفاء فيه، يعني ما ممكن ما لهم دور،
ما بيحسنوا ياخذوا دورهم تحت قرارات البعثيين معينه يطالبوا بالحقوق أو العربيه، بس هذول لا، آه. هذول ضد الحقوق الكرديه يعني. لا مو الكل، ما يعني تخوين الشعب باكمله، انا بقناعتي هي غلط. يتفقوا هاي في يعني نبي حسن الكينة كمان في بيقول الاداره احزاب الذاتيه، احزاب هاي في الوحده نبي حسن، الوطنيه. هاي نبي حسن احزاب بيقول الاداره الذاتيه تتبع نظام بشار الاسد، يعني تتبع اخي، هم انا اخوه الاعداء. ما بعرف، انا عم بحكي بقناعتي احزاب الوحده الوطنيه مع احزاب المجلس الوطني الكردي يتنازلوا لبعضهم، يعني يتنازلوا، كل مين ما يتمسك برايه ويتحجر برايه. يعني الادارتين، المجلس الوطني جاب الفشل مع الائتلاف، يعني لحد الان ما حسن يتفق معنا على تغيير اسم الجمهوريه العربيه السوريه الى الجمهوريه السوريه، هذا فشل. والاداره الذاتيه اللي ما بتعترف انه هي اداره كرديه، والعالم بتقول اداره كرديه، اللي ما بيقولوا انه هذول نحن ما لنا افراد، بس العالم بالنتيجه بيطلعوا اداره في منطقه كرديه هي لازم تكون اداره كرديه، فيتنازلوا لبعضهم ويشكلوا اداره ورقه كرديه موحده كمرجعيه سياسيه يقدموها للمحافل الدوليه ضمن الوطن السوري الموحد. يعني نحن ما بدنا الانفصال عن سوريا، لا، لكن كحقوق جميع المواطنين السوريين يكونوا في مساواة أمام القانون للكل، لكل السوريين، لكل الطوائف والأعراق والأسانيات السورية، كل له حقوقه، وكل مين يمارس طقوسه وحقوقه، إن كانت السياسية، إن كانت الثقافية، إن كانت الاقتصادية. يعني سوريا تكون متنوعة لكل المواطنين السوريين وبدرجه متساويه امام القانون، ما يكون في عنصريه. هلا مثلا حزام العربي طبقوا ليش؟ جابوا كم قريه عربيه يعمروا بين الطرفي الكرد، يعني الاكراد، انه والله بحدث هذول خطر. يعني هل عقليه الشوفينيه، العقليه الخائفه من القضيه الكرديه ما لازم يكون، يعني ما لازم يكون موجود. مع الاسف نحن عم نعيش ضمن هالثقافه، يعني ثقافه المعارضه اللي ما بتعترف بحقوق اي واحد وكذا. وانا حضرت مؤتمرات من مؤتمرات المعارضه، حقيقه شيء مؤسف من المواقف اللي كانوا يطلعوا. فانا بقناعتي الشعب السوري ما بيستاهل كل هالشيء اللي صار، وهالضحايا كلهم كانوا ضحايا شخصيات لهم غايات، استاذ لهم نفوذ. عدنان، المعارضه كان استاذ مع عدنان، النظام، كان مع السلطه او مع باختصار التركيه. استاذ عدنان، في احد التعليقات لفت نظري صديقي بافي فلك، ابو فلك، عم بيقول الامريكان وحزب العمال الكردستاني شركاء بالألم العفريني. شو تعليقك؟ والله ممكن، لانه لا امريكا خاصة عفرين، واثناء ما تدمر عفرين وكل شيء راح. هلا يعني قبل 5 سنوات وعفرين عم تحترق وعم بتموت وبتنسرق وبتقتل وبتغير تغيير جغرافيتها وكل شيء. امريكا ما عملت شيء مع الاسف، ولا قنديل عملت شيء. يعني ممكن نفس المسافة واقفين امريكا وفكك من عفرين، وارد، يعني كله بالحكي. قنديل افرغت اقليم كردستان سوريا من كل سكانها. كيف ما عملت يا استاذ عدنان؟ عملت كل شيء، افرغت المنطقه كلها من سوريا، وهم اساس من سلموا عفرين وكل وسرقاني وجريس بي. يعني خلينا نكون واضحين. نعود الى استاذ وليد العمري. استاذ وليد، في ظل ما يجري، وكما قال استاذ عدنان، نحن ككرد لسنا انفصاليين كما نتهم دائما، نحن وطنيون، نعترف نريد أن ننال حقوقنا القومية المشروعة، وهي الحد الأدنى اللي كما عبر عنها المجلس الوطني الكردي بالفيدرالية، هي الحد الأدنى للحقوق القومية الكردية في سوريا. في ظل عندما نذكر الفيدرالية تقشعر أبدان النظام والمعارضات. لماذا هذا الخوف من الحق الكردي ويجعلوه يعني كأنه ارتكب جريمة كبرى، ينعت بأبخس الصفات، بأبخس الأسماء، بالعميل، بالمرتزق، بالصهيوني، بالداعشي، بكل شيء. يعني مجرد ما نذكر الفيدرالية، لماذا؟
الموضوع اللي حكاه الاستاذ عدنان اللي قبل شوي انه في ورقه كرديه، وبنفس الوقت انت عم تحكي بالفدراليه. لا الشعب فهمان الورقه الكرديه ولا فهمان الفدراليه، فذلك انهم معادين كل شيء. شوف السياسه ما قبل الانترنت بعكس ما بعده. يعني قبل الانترنت كان الحاكم يعمل اللي بده اياه، ويعمل فدراليه، ويعمل ورقه كرديه، ويعمل ورقه عربيه، ويخبط الناس ببعضها، ويعمل حزام عربي، ويعمل اللي بده اياه، ما حدا مقرب عليه، لانه كان تحت الطاوله كله، ما في انترنت. اليوم نحن في عالم مفتوح، اي كلمه بتحكيها لازم تفسرها ولازم تعطي تفسير لها، وبالتالي في عندك مجموعه حقوق بعيدا عن السياسه، بعيدا عن القوميه، بعيدا عن الشيفونيه، بعيدا عن الشيوعيه، بعيدا عن كل شيء. في مجموعه حقوق انسان، حق الانسان بالحياه، حق الكردي انه يكون انسان، حق العربي انه يكون انسان، حقوقه كانسان. اين هي؟ هي الورقه اللي انا بعتقد بانه الاستاذ عدنان كان حاب يوضحها. الورقه الكرديه او الورقه العربيه وكذا، الحقوق العرب، حقوق الكرد، حقوق الارمن، حقوق جميعا تندمج تحت اسم مشروع حق المواطن. حق المواطن، حقه في الحياه، حقه في المسكن، في المأكل، في المشرب، في الانسان، حق كرامه الانسان تماما. انا يعني الانسانيه بشكل عام بترجع للامميه، نحن بنحكي بحق المواطن السوري. لا انا انسانيه الانسان السوري اقصد، انسان حقوقه حق المواطن، حق المواطن. خلينا نصغرها مثل ما كان ابوي يعلمني، يقول لي صغرها بتنسقف معك. جسر حديد طوله 6 امتار بيسقف غرفتين، بس تجيب جسر حديد طوله متر بيسقف قنجاج. فانت كل ما صغرت كل ما سقفت. نحن خلينا نسقف على قدنا. خلينا نحكي بحق المواطن السوري. المواطن السوري اليوم بتاخذني بكل مكوناته، ما عنده نيه للانفصال. يعني انا كابن الجولان لما نزحت من الجولان لقيت ابن عفرين اواني، بس ليش انا لحتى اجي بعد ما قويت بعفرين وصار في عندي حبتين زيتون من هون وحبتين زيتون، صار في عندي شجره زيتون، صار في عندي معصره، بدي احمل باروده على صاحب الزيتون وصاحب الارض واقتله، مثل ما ساوت منظمه التحرير بلبنان وبالاردن. هيك ساوى الجيش الواطني بعفرين، وهيك ساوت كمان اللي BYD وغيره وغيراته والى اخره. وبالتالي اليوم نحن تاخذني BYD ما هي كرديه ولا هي عربيه. ضمن BYD في عرب، خلينا نكون واقعيين، وضمن BYD في كلدان وفي اشوريين. قوات سوريا الديمقراطيه 80% هم يقولون عن نفسهم انه من المكون العربي، يعني الكرد. تماما. وبالتالي في عندك ورقه سوريه، خلينا نتفق على كلمه الورقه السوريه، حقوق الانسان السوري. لحتى مين ما اجى يحكم سوريا، هاي الحقوق ما بتقرب عليها. هاي الحقوق مضمونه دستوريا ودوليا، ما بتقرب عليها. لا بتحمل عليه باروده بتغتصبها مني، ولا بتحمل باروده بتاخذ السلطه مني. دائما في عندنا 3 سلطات نحن بسوريا وبكل دول العالم، تشريعي، تنفيذي، قضائي. بس كان في عندنا سياده اسمها رفعت الاسد، سياده اسمها ماهر الاسد، سياده اسمها بشار الاسد، سياده اسمها حزب البعث، سياده اسمها صلاح جديد. وبالتالي كان تغول عصابات عم تحكم. نحن بدنا نخلص موضوع العصابات ونخلص موضوع الكانتونات. اذا ما فهمتني شو يعني بناء دوله دستوريه، بناء دوله قانونيه على اساس الدستور، دوله مدنيه قانونيه على اساس الدستور. هذا الشيء نحن عم نفتقده، بشرط ان يضمن ذاك الدستور حقوق كافه. تماما. انا بس قلت قانون. هذا استاذ عدنان القانونيين هن واجبهم الطبيعي، قانونيين واجبهم. ما فينا نخلص نحن كسياسيين. نحن جماعه السياسيين كذابين منافقين، بنتبع هذا ومنتبع هذا، بنلبس هذا، بنجيب قبوعه هذا لراس هذا. المهم خيون نمرق حالنا ونفوت نعمل سلام وتحياتي لكم. هذا الموضوع. نحن بدنا نحيي الاستاذ مصدق عاشور صديقنا العزيز، يقول ما الحل يا جماعه؟ الحل بانه عندك شخصيه قانونيه حقوقيه او مجموعه شخصيات قانونيه حقوقيه تعمل على بناء ورقه سوريه مشتركه للانسان السوري، حقوق متساويه، حقوق الجميع. وعلى فكره هي موجوده، هي اللجنه الدستوريه موجوده، بس بدنا مين يحميها. يعني انت لما تفوت على السجن ما حدا بيعرف، دبان ازرق ما بيعرف طريقك، بس لما يكون في منظمه حقوقيه داخل السجن ممنوع حدا يحقق معك الا بوجود محامي، ممنوع حدا يفتشك الا بانت بتحط اغراضك كلها بصندوق وبتسكر عليه باشراف الصليب الاحمر الدولي او منظمات حقوقيه مشابهه. يعني نحن هون لازم نوصل، نوعي الانسان لحقوقه.
نوعي السياسي لحقوقه وواجباته، ونوعي الانسان البسيط الفلاح البسيط، هذا حقك، هي حدودك، هي ارضك، هي تبعيتك. هذا فذلك اللي بيسكن عندك كلاجئ وبيسكن عندك كنازح، حقوقه كلاجئ، مو حقوقه كمواطن وبده يجي يسلبط عليك ويسرقك. حقوق المستاجر غير حقوق المالك. نحن عم يصير عندنا المستاجر صاحب بيت، واللي عم يسكن عندك ذليل اليوم عم يصير عندك ملك، بفوت لعندك متسرب، بصير في عندك هو الاغا. مشكله يعني، مشكلتنا بالتغول والبندقيه الماجوره. هذا نحن عم نشكي منه. وذلك انت لما تحكي بموضوع الفدراليه لازم تشرح الفدراليه لكل الشعب عبر الانترنت، عبر حلقات، عبر ندوات اجتماعيه، عبر نوادي ثقافيه، عبر كذا. هذا الشيء غير متوفر في صوت البندقيه. اليوم تاخذني ما يفوت الجولاني. ولكن نحن في الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد كرسنا على مدار سنه في هذه قناه بيف تي في عبر برنامج حواراتنا، وكنت احد ضيوفها. حاولنا نعم. ان نبدا حوار سوري، يعني حوار بين المكونات السوريه، فجبنا من كافه المكونات السوريه شخصيات نعم مشكورين. ولكن تبقى قناه ضيقه على مستوى تاخذني عم يشوفوها 500,000 2000 5000 20,000، بس ما عم يشوفوها 25 مليون سوري. ولا عم توصل الهدف لمين؟ للامم المتحده. اول شيء النخب السياسيه والثقافيه تتحاور فيما بينها، يعني النخب القانونيه بعيدا عن السياسه القانونيه. واستاذ عدنان كان احد ضيوفي في برنامج حواراتنا كمان، يعني احدى المرات. تماما. بدي النخب القانونيه يتفقوا. تاخذني لو وصل الامر معهم بان يطلبوا وصايه دوليه تكون سوريا تحت الانتداب، ما في مشكله، بس نوصل بحقوق المواطن. هذا هو سؤالي ما قبل الأخير لأستاذ عدنان. أنت كونك قانوني، هناك من يطرح أنه لا حل لعفرين سوى أن تكون تحت وصاية دولية، يعني كما حصل تحت يعني بقرار دولي منطقة آمنة، كما حصل في إقليم كردستان العراق عندما هاجم صدام حسين وأباد، يعني كان هناك مشروع إبادة كاملة يعني. وما يحفر للكرد في إقليم كردستان سوريا نفس الحالة، يعني إذا لم تكن هناك منطقة آمنة سنكون أمام إبادتين، يعني أو إبادة لسببين رئيسيين، أنه نحن سوريين وكردا. شكرا أستاذ. طبعا الشغلة بالتمني ما بيصير، كلياتنا بنتمنى، لكن الواقع الشعب السوري كله بحاجة لهالمظلة الدولية، كلها بحاجة لمناطق آمنة. أما عفرين لحالها بكون جزء صغير، ونحن بنعرف المصالح الدولية. لم أقصد عفرين كأقليم كردستان سوريا، أقليم كردستان سوريا كلها. أنا معك كأقليم كردستان سوريا ما في مشكلة، يعني كأقليم كردستان سوريا. أولا الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على قرارات الأمم المتحدة، قرارات أمريكا، قرارات دول غربية لا يكسبوا تركيا لصفها. بنفس الوقت روسيا بتتنازل لتركيا بعض الأمور عن طريق مصالحتها مع النظام، أو النظام تتنازل لاتفاقية أضنا اللي صارت، لكن مو بالشكل القديم، بشكل أوسع، يعني بحيث يشمل، يعني بدل اتفاقية أضنا 5 كيلومتر يصير 30 كيلومتر. يتنازل الحكومة السورية بكل هالشيء مقابل إرضاء روسيا بترضي تركيا على حساب الشعب السوري أو على حساب المنطقة السورية. فبالتالي بنفس الوقت أنت تفضلت أنه كمناطق كردية أو منطقة الإدارة الذاتية اللي ما بيعتبروا حالهم أكراد، واللي وجود عناصر PKK في قامشلي أو في الشرق الفرات، صار في غرب وشرق الفرات، فهذا بيمنع أي دول، وباعتبار هي كمان معتبرة حركة إرهابية من قبل تركيا ومن قبل الأمم المتحدة. فكيف الأمم المتحدة بدها تفرض منطقة حظر طيران فوق سوريا وفيها منطقة بيتهموها على أساس بيحكموها حركة إرهابية؟ يعني هنا المفارقة. فلذلك نحن هذا منريد، يعني بنطلب هالشيء، لكن بعيد المنال لا يتحقق. الشيء اللي ممكن تحقيقه هو الضغط على الحكومة التركية عن طريق أصدقاء الشعب الكردي، عن طريق
امريكا اللي عم بتحاول تصالح بين بينك ومجلس الوطني على اساس من اصدقاء الشعب الكردي والداعمين له، حتى عن طريق روسيا ولو هي مع النظام، يعني يصير ورقه ضغط على تركيا روسيا او من عمان، داخل تركيا روسيا حتى تاريخيا كان ضد الكرد، يعني كردستان الحمراء يجب ان لا ننسانا. لا ننسى، لكن مو عم بقول انا المواقف الدوليه الحاليه غير موقف اللي كان قبل سنه او قبل سنتين او قبل الحرب الاوكرانيه على الاقل يعني. فالضغط على تركيا لوقف هالاعمال، هالانتهاكات اللي عم بيصير بعفرين، يوقفوا هالفصائل عند حدهم، يصير شيء قانون يمشي، شيء الاهالي يرتاحوا، هذا يعني كمطلب دولي. اما انه والله يجي الامم المتحده ويعملوا منطقه حظر طيران، فهذا انا بعيد المنال وغير ممكن لكل اجزاء سوريا، مو بس لكردستان سوريا او لعفرين سوريا. هذه مطلب بعيد المنال، انا بقناعتي ما بتتحقق. لكن أشكرك. كقانونيين مثل ما تفضل الأستاذ، كقانونيين يتفقوا على دستور جديد، دستور يضمن حقوق كافة الأقليات والقوميات ضمن الوطن السوري. مع الأسف هذا كمان القانوني عنا والشيخ عنا كلهم صاروا أجندات، مع الأسف ما حدا صار مستقل مثل الأستاذ وليد يحكي بطلاقة بعد ما فهم الواقع وفهم الائتلاف وفهم غير الائتلاف يعني. وهذا الصوت بقناعتي مسموع، بس على مستوى محلي، ممكن على مستوى ضيق، في بدنا محاولات اكثر واكثر واكثر لحد، لانه الحقوقي عندنا كمان يعني النظام اذا قال له ما بتحسن تعمل هيك ما بيحسن يعمل هيك، يعني ما يعني صاير حتى المعارض المحامي اللي مع المعارضه ترى بتحكي هيك غير هيك ما بصير تحكي. يعني هون المشكله صاير اجندات، ما في شيء اسمه وطني خالص يفكروا فعلا بمصلحه الشعب السوري. كل مين بيفكر كانه برواتبه وبمعيشته، وكل مين يعني حسب نهجه اللي عم بيمشي عليه. هذا الواقع المؤسف. باختصار بجملة، يعني هذا الواقع إلى متى سيستمر؟ هذا الواقع المؤسف المؤلم متى تغيرت ذهنيتنا، يعني الفكر، ذهنية المعارض مع ذهنية النظام مع ذهنية المستقل، يعني نفهم الإنسان وطبيعة الإنسان والإنسانية وحقوق الإنسان بشكل عام. يعني تغيير الذهنية، المفهوم أو المنظومة الذهنية اللي حكمتنا 40 سنة تتغير. هالذهنية إذا ما تغيرت من الصعب. المنظومة حتى الفكرية الذهنية الذهنية، الشعبية، يعني حتى الذهنية الشعبية، يعني لا يغير الله ما بقوم حتى ما يغير ما بأنفسهم. يعني فنحن بحاجة إلى تغيير جذري في الأفكار، في القيم، في المبادئ، حتى نبني معا الإنسان والوطن السوري المنشود الذي ننشده ليكون حرا كريما. أستاذ وليد، يعني حديث معكم جدا ممتع في ظل ما ذكرته أنت وما يحدث على أرض الواقع. هناك سياسة أردوغانية، أسدية، خمينية، روسية على وقت الحقوق الكردية في سوريا أو وقت الكرد تماما. ما رسالتك للكرد وأيضا لكل الشعب السوري أنه إلى أي مرحلة أو في أي درب يسيرون حتى يصونوا كرامتهم الإنسانية والوطنية والقومية؟ الأمر الأساسي التخلي عن البندقية ورميها جانبا والتفكير عقليا. خلي شغل المخ، بس شغل مخ الواحد بيوصل للي بده إياه. في مثل بيقول لك الشغلة مو بالعصاية، الشغلة بالتكتيك والهواية. فكل واحد يمارس هواياته الحقيقية من طريقته العقلية. يعني عندك فيلسوف لازم يحكي في فلسفة الحقوق الإنسان، الرسام بيحكي بحقوق الإنسان، ناجي العلي هلك العالم كله بكاريكاتير. وبالتالي لازم نحن ننمي هذا الفكر الوطني عن طريق العقل والحقوق. وبالتالي التفاهم على شيء اسمه سايكس بيكو بكفينا بالنظرة الشمولية العامة.
نحن بدنا دولة أممية، نحن بدنا خلافة إسلامية، نحن بدنا مرجعية دينية، نحن بكذا. هذا الكلام استهلك ما قبل التاريخ. مشكلتنا مو ب 40 سنة، مشكلتنا مو ب 40 سنة. ال 40 سنة كانت عبارة عن تراكم، فيك تسميه يعني عبارة عن زبد البحر، لكل مادة في رغوة. هذول ال 40 سنة عبارة عن رغوة. نحن في عندنا رواسب اجتماعية من 1400 سنة، راسب اجتماعي اسمه الدين الإسلامي والخلافة الإسلامية والشمولية، ورواسب ما قبل التاريخ الدولة البيزنطية والدولة الرومانية وإلى آخره. وبالتالي نحن موجودين ضمن بوتقات. المصري بيقول أنا فرعوني، والآشوري بيقول أنا دولة آشورية، والسرياني وكذلك الأمر. وبالتالي لازم نتخلى عن هذا الموضوع. نحن اليوم في عالم مفتوح. يعني أنا بحكيها دائما، وإلي الفخر دائما بعتز فيها، بأنه تأخذني ما في فرق بين الشرقي والغربي. نحن كلياتنا شعب واحد. سواء كنت انا اذا رحت على القامشلي ما بحس حالي بغربه، واذا طلعت على عفرين ما كنت احس حالي بغربه. انا بعرف عفرين، بعرف بدي اقول لك قريه قريه، ضيعه ضيعه، من الحمام لكفر جنه، كلها بكل مكوناتها. بعرف سوريا شبر شبر. الموضوع موضوع سياسي. قلت لك نحن السياسيين كذابين. نحن السياسيين اولا انا كذاب حتى لو كنت مستقل. السياسي كذاب. السياسي بيهمه يلاقي لحاله مدخل، وبالتالي بيناور على حساب شعبه، بيناور على حساب امه وابوه، احيانا بيتخلى عن كل شيء. شوف بشار الاسد لما قصه الكيماوي والنووي، تخلى عن كل شيء وسلم كل شيء، ويلا المهم يضل بالكرسي. حافظ اسد سلم كل شيء لتركيا، المهم يستلم ابنه بشار يكون وريث هذا القاصر، يستلم سوريا. وبالتالي مناورات. نفس الشيء فتح الله قلن لما راح على قبرص، نفس الشيء. يعني كل السياسيين موضوع واحد، من اوجلان وغير اوجلان. قياده بككي سابقا ايام اوجلان تختلف عن ما بعد اوجلان. هذا الكلام واحد. اما الحقيقه واحده، الحقيقه الواحده استئصال كل ما هو غير تركي، كل ما هو غير عربي، كل ما هو غير كردي. هذا الشيء لازم نحن ننتهي منه. لازم ننطلق من قاعده واحده، قاعده حقوق وواجبات. بس وصلنا لقاعده حقوق وواجبات، قاعده انسانيه حقيقيه، قاعده مواطنه حقيقيه، بنوصل. الحق الكردي حق مشروع، الحق العربي حق مشروع، الحق التركي حق مشروع، ولكن مو على حسابي حقي وحقك وحق الاخرين. اليوم نحن بنشوف نروح على الاردن بتلاقي الكردي عنده مضافه اسمها مضافه العشائر الكرديه، وكل شيء موجود عنده. وبنفس الوقت المحامي الكردي عضو بنقابه المحامين الاردنيين، والمهندس عضو مع المهندسين الاردنيين، والحلاق وجمعيه الحرفيين الاردنيين. عايش في اردن حوالي 4-5 سنوات. يعني الوضع ما بتحس حالك بغربه، ما بتحس حالك بغربه. انا ممتاز. يعني من هنا فعلا بحيي الشعب والحكومه الاردنيه. يعني فعلا دوله نموذجيه، ما بتحس حالك بغربه بالاردن. وبالتالي من هون الكردي بالحرب العالميه قال لا بعيش مع العربي ولا بعيش مع التركي، لانه بتركيا قتلوهم بالدبابات وبالطائرات، دمروا بيوتهم كلها ايام سعيد رضا وايام نوري باشا وايام سعيد بيران. قال لك لا بعيش مع العربي. وبالتالي كانت الحكومات العربيه سابقا ما قبل عهد البعث وما بعد عهد الانقلابات العسكريه، سواء كانت بتركيا او بسوريا، كانوا عايشين الاكراد بالعكس كانوا رؤساء دول، من محمد العادل وغيره. اخر جمله شو تقول للشعب الكردي والسوري في سبيل الخروج من دوامه؟ بقول له كلمه هربجي عربي كردي. هربجي عربي كردي. استاذ عدنان مراد، بدقيقتين فقط، عفرين هل متى يتوقف سفينة ألم عفرين وسارقاني وهيبريسبي لتعود حرة كما ننشد أن تكون سوريا كلها حرة؟ آخر دقيقتين لك. والله أنا بقناعتي عفرين مصيره مجهول. مصير عفرين مصيره مجهول. كون فتحوا باب الحمام، باب الأستاذ وليد إذا بيعرف كان في باب حمام مغلق. بعرفه آكل فيه عصافير عند أبو حيدر. فتحوا هالباب كان مسكر على أساس ممكن عم بيقولوا ممكن تجي فترة من حج اسكندر لجنديرس لفوق. تمام. فهون مشان تقوية العلاقات الاقتصادية بين عفرين وبين تركيا فتحوا هالمعبر. والليرة يعني غير عزاز وغير إدلب، الليرة هي الليرة التركية المتعامل فيه، والبريد هو البريد التركي، والمعلمين والموجهين كلهم
أتراك، في من أبناء المنطقة كمعلمين، وفي معلمين لغة تركية بيجوا من تركيا وبيرجعوا على تركيا يوميا، والموجهين التربويين من تركيا. وتابع هلا عزاز تابع لراعي مركز الحكومة المؤقتة، بينما عفرين تابع إداريا لوالي أضنا، عفوا لوالي هاتاي. فبقناعتي أنا مصير عفرين مجهول، وأخشى أن يتكرر مصير لواء اسكندرون في عفرين. أستاذ عدنان، بجملة واحدة، نحن شئنا أم أبينا إن انتقدنا المجلس الوطني الكردي بيبقى هو إطار الذي يمثل الإرادة القومية والوطنية الكردية في سوريا. نحن في سوريا أمام مشروعين: أن تكون كردي ولا كردي. اللا كردي يمثله أو تمثله الإدارة الذاتية المعروفة هم يقولون، والمجلس الوطني الكردي على الأقل في برامجه وفي نضاله السياسي ولو كان ضعيفا جدا. ماذا تقول له ما يعني لتحديدا للمجلس الوطني الكردي في ظل هذا الألم الكردي كي يكون له دور كبير في المستقبل؟ أن يكون له موقف شجاع مما يجري، أن يكون صاحب موقف وصاحب قضية، ويعني إما أكون أو لا أكون، إما يعني أن أكون مجلس وطني مدافع عن حقوق الكرد، أو لا أكون أنسحب بقناعتي. وهي الفترة المناسبة، يعني بدل ما يقولوا والله عفرين صارت محتل وهلا قبل الاحتلال وما بعد الاحتلال، الموقف الكردي لازم يكون أكون أو لا أكون. طبعا أختم بكلمة صديقي وأخي أبو شلاش، محمد أبو شلاش، يعني وكثيرين جدا، نبي حسن، في كثيرين زملاء كثيرين، يقول الحل الوحيد دستور يتضمن للجميع المكونات السورية حقوقهم للشعب الكردي حق تقرير مصير ضمن إطار وحدة البلاد. نحن هو ما ذلك ما نطالب به. أستاذ وليد العماري، أستاذ عدنان مراد، جزيل الشكر لكم. فعلا الوقت يعني مضى سريعا، لنا أسئلة كثيرة جدا، ولكن استمتعنا بآرائكم. نتمنى من كل مثقفي، من كل سياسي سوريين بكافة مكوناتهم أن يكونوا بمستوى مسؤولية كرامة الوطن. شكرا لكم، كل الشكر لكم مشاهدي طيف تي في. جزيل الشكر للأستاذ عبد الباقي الحسيني رئيس اتحادنا العام للكتاب والصحفيين الكرد، ونتمنى أن تبث الحلقة القادمة لنكون معا أستاذ وليد، أستاذ مراد، في سوريا الحرة الديمقراطية الفيدرالية العلمانية. جزيل إن شاء الله بحرية الوطن والمواطن إن شاء الله. شكرا جزيل الشكر لكم، ودمتم في رعاية الله. بأمان الله.